أستطيع أن أعمل معه كرئيس لجمهورية مصر العربية، وإنما خادم للشعب ووكيل عنه وليس وصيا عليه. وليس أود أن أقنع الشعب المصري. إذا الشعب المصري اقتنع بي فسأكون سعيد، إذا الشعب المصري اقتنع بشخص آخر فسأكون سعيد، وسأستمر في خدمة مصر من أي موقع أنا فيه يريد. طيب معنى كده في الحالة الأولى هتعمل إيه؟ في الحالة الأولى من اليوم الأول يجب أشتغل، ويجب أطبق الكلام اللي أنا شرحته على مدى الساعتين اللي فاتوا دول. وفي الحالة الثانية أحيي المنتصر وأنسحب إلى بقى إيه؟ إلى وضع التقاعد والارتياح والراحة.